ركز معايا. سؤال حلو. دلوقتي جالي مريض بيقول لي يا دكتور انا كان عندي السنان الاماميه كلها فيها تسوسات والحمد لله كلها حشيتها وبقت زي الفل، وعايز بقى ايه اعمل تبييض. فقمت انا قايل له ايه؟ لا مش هينفع. طب ليه لا مش هينفع يا دكتور؟ لان ببساطه لما بيبقى عندي حشوات كتير في السنان الاماميه، رقم واحد لما اجي اعمل تبييض الجزء الطبيعي من السن هيبيض والحشو مش هيبيض، فهيبان ان في اماكن بيضة قوي وكويسه وفي اماكن صفرة، فهضطر اعيد لك كل الحشوات دي تاني. ده رقم واحد. رقم اتنين، معنى ان السنان محشيه يبقى المينا اللي موجوده قدام في السنان دي فيها اماكن كانت متضرره، فمش هتستحمل التبييض وهيحصل فيها مشاكل. فبالتالي انا لو انا عندي مشاكل في السنان الاماميه او عندي تسوسات قديمه وحشوات قديمه في السنان الاماميه، انا بحاول ابعد عن التبييض كحل لتجميلها. ساعتها بيبقى عندي ممكن اعمل كومبوزيت فينير او ممكن اعمل فينيرز لو لسه في مينا تكفي، او ممكن اعمل طرابيش، او ممكن اعمل حاجات تانية كتير. لكن تبييض بلاش تبييض لو انت حاشي سنانك الاماميه. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز مصر طب الاسنان. لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.